ازيكم. انا صورت الفيديو ده تحديدا لكتر الاسئله اللي جاتني انه انت يا الاء دايما قاعده تشيلي لك شنطه نيتشا. الشنطه دي بتشيل لك شنو؟ طب انا صح اوريكم. انا قاعده اشيل في شنطتي دايما الاولويات، ما اكتر ولا اقل من كده، ويمكن تكون في شنطه اي بنت، لكن يمكن بس الاضافه انه قاعده اخذ فيها شريط بتاع فيتامين زنك. طيب فيتامين الزنك ده استخدمته من ضمن الفيتامينات الكتيرة اللي احنا قاعدين ناخدها الفترة دي علشان نكسب مناعة ضد فيروس كورونا. فيتامين الزنك بشكل كبير فوائده لا تحصى ولا تعد، وأنا يمكن لما قريت عنه ذهلت في كمية الفوائد اللي ممكن يحتاج البني آدم إذا كان ذكر أو إذا كان أنثى. فمبدئيا كده بنصح أي زول يتوجه على أقرب صيدلية ويمشي يجيبه، بالإضافة لأنه أي بنت مفترض من ضمن الأولويات حقتها تكون شايلة معاه فيتامين الزنك. فوائده بالنسبة للآنسات أو بالنسبة للسيدات كبير شديد، ويمكن دائما أو طوالي قاعدين نعاني من فكرة تساقط الشعر، أو فكرة إنه نحن شعرنا باهت، أو نحن شعرنا في مشكلة معينة لما نستخدم زيوت ما في استجابة وحاجات كثيرة شديد. الجسم بيحتاج تغذية وفيتامينات كثيرة شديد، وبرضه لازم نلاحظ لفكرة إنه برضه شعرنا بيحتاج تغذية وبيحتاج فيتامينات. فيتامين الزنك ممكن يغنيك عن فيتامينات كثيرة شديد في العناية بشعرك أو تغذية شعرك بشكل كبير جدا. بيحافظ لك أول حاجة على صحة شعرك، بيحفز النمو بتاع الشعر، التساقط الناتج عن الثعلبة بيعالجه ليكي، بالإضافة لأنه هو بيحمي لك شعرك من الأضرار بتاعت الاستشوار بتاعت الصبغات والمصايب الكثيرة اللي احنا قاعدين نعملها. فبنصح أي وحدة فيكم يكون في شنطتها من ضمن الأولويات اللي قاعدة تشيلها، زي ما بتشيل اللبان، بتشيل روج أو حاجات كثيرة جديد في شنطتها، تكون خاطة عندها حاجة أساسية فيتامين الزنك، لأنه حتستفيدوا منه من خلال البنية الجسدية ومن خلال اللي هو الفوائد الممكن يكتسبها جسمكم إذا كان للبشرة أو إذا كان للشعر. أنا ما أقدر أتكلم هسه حاليا عن الفوائد الطبية أو العلمية بالنسبة لفيتامين الزنك لأنها لا تحصى ولا تعد، لكن بس كنصيحة خدوه من الأولويات حقتكم.